العربي يتساءل الآن، يعمل مقارنة بين صدام حسين الذي أرسل جيشه وقواته لحماية دمشق من الحصار الإسرائيلي. أنت تعرف لولا الجيش العراقي لسقطت دمشق. نعم. صدام حمى دمشق. أما المالكي كما يقولون الآن يرسل جيشه لقتل الشعب السوري. كيف ترد عليهم؟ أولا الجيش العراقي مشهود والشعب العراقي مشهود له. أنا قلت أننا مدينون إلى سوريا. طيب. مدينون للشعب السوري، لاستقبال الشعب السوري، أحضان الشعب السوري الدافئة لن ننساها أبدا. عندما كنا في المعارضة وأنا عشت في هذه الفترة في الثمانينات، كنا في الثمانينات عندما كنا في المعارضة كانت هناك أحضان انتهى الوقت. للسوريين يحتضنوننا ويقدموننا. لا يمكن أن ننسى الشعب السوري. لا يمكن أن ننسى الجريمة مستمرة، ورأس المجرم هو خامنئي، وهؤلاء ديولة ويريدون تدمير المنطقة واحتلالها وفرض هيمنة فارسية. ماذا تقول للمالكي على ضوء ما فعله مع السوريين؟